أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من The New Lebanon TV. اليوم يوم كتير مهم لأنه هالفترة كان في كتير قلق بشو ما صار بلبنان وسوريا وتركيا بالنسبة للزلزال. الزلزال والزلازل شي كتير الناس كتير ما بيعرفوا كتير عنه، وهيدا الشيء الناقص من المعرفة بيخلي الخوف يعيش وتعيش أفضل وأحسن حياة. الخوف مو لازم يكون موجود. اليوم إلنا الشرف تكون أول خطوة تناخد أول خطوة معنا اليوم مع الضيفة المميزة دكتورة ماريا سعادة يلي راح يساعدنا يفهم شو هن الزلازل، وهي خبيرة وعالمة الزلازل من لبنان أصلا. فأنا كتير مبسوطة تستقبلها على البرنامج، وإن شاء الله فينا يكون عنا حوار كتير مفيدة لكل اللبنانيين تا يخفف الخوف عنا. فأهلا الدكتورة ماريا سعادة. أهلين. هاي أني. كيفك؟ منيحة وأنت؟ منيحة. أنا كتير مبسوطة إنك هون. يعني بس لبنان، بس أنا شخصيا كمان كنت كتير متوترة بعد هالفترة، وحتى امبارح بالليل أنا كنت بعدني حسيت شيء شوفي. فأخيرا راح توجب على أسئلتنا، فأنا كتير مبسوطة. رح جرب قد ما فيني جاوب على الأسئلة، لأنه يعني ما فيني كتير أعطي أجوبة محددة عن شو رح يصير وشو ما رح يصير، بس بعرف إنه في كتير أسئلة عم تتداول بين العالم. في كتير أخبار غلط ومش غلط عم تتداول بين العالم، عم تؤدي لخوف كمان. فرح جرب قد ما فيني. بس كمان إذا العالم بعد عندهم أسئلة، ما بعرف إذا فيهم يسألوا أسئلتهم هون أو فيهم بعدين يرجعوا يحكوا معنا يسألوا الأسئلة اللي عندهم إياهم. ميرسي كتير. فأول شيء عن حالك، مين أنت؟ شو درستي؟ ويعني شو هي علم الزلازل؟ أوكي، هذا يمكن أصعب سؤال فيك تسأليني اليوم، بس رح أول أصعب وبعدين أوكي. أنا أصلي لبنانية وربيت بلبنان وبلشت أتعلم بلبنان. تعلمت فيزياء بلبنان. بعدين جيت على فرنسا كرمال لأتعلم الجيوفيزياء، واتخصص بعلم الهزات الأرضية اللي بنسميه بالفرنساوي سيسمولوجي أو سايسمولوجي. لأنه بلبنان بوقتها ما كان، يعني من كم سنة ما كان في اختصاص بهيدا المجال، وحبيت اتخصص بهذا المجال يلي قلت فيه بركة شي نهار يكون مفيد للبنان، لأنه لبنان هو بلد ما فينا ننكر في خطر هزات أرضية. رح نحكي عن هذا الشيء بعدين in details. فعملت ماستر بفرنسا، رجعت عملت بي اتش دي. اشتغلت على تطور طرق جديدة كرمال لندرس شو في بالأرض وكيف الأرض تتغير قبل من خلال ومن بعد الهزات الأرضية. أكيد ركزت على قصص كتير سبيسيفيك، كتير محددة. اشتغلت شوي على الهزات، أكتر شيء على الهزات باليابان، يلي هو بلد من أكثر البلدان اللي في ريسك خطورة زلازل. اشتغلت كمان بفترة على بروجي اسمه انسايت، مع وقت النازا بعتت سايزمومتر على المريخ. فاشتغلت كمان على مع الاكيب سيانتيفيك، يعني مع العلماء اللي كانوا عم يشتغلوا على هالموضوع ويدرسوا
الهزات الأرضية اللي على المريخ، لأنه كان أول سيزمومتر بينبعت على المريخ وبينحط على سطح المريخ كمان ندرس شو في بقلب الكوكب. وهلا عم بدرس اكثر، عم بشتغل اكثر على الجيوفيزياء urban scale، يعني اكثر حجم اصغر. عم بتعذب للاقي الكلمات. اني جربت قد ما فيني مترجمتهم كلهم قدامي، بس عن جد بعتذر، ابدا ماني فخوره بهذا الشيء، بس بعتذر اذا ما كنت عم لاقي الكلمات كثير بسرعه بالعربي. اول مره بستعمل هالعبارات بالعربي للاسف، عن جد للاسف. ف ورا It's هيدا okay. هيدا الشيء كل الناس مقبول، مش مهم اللغة. للاسف مهم يوصل المسج، هذا اهم شيء. اوكي اوكي حلو. انت عن جد كثير كواليفايد اكيد، ويعني والله عليكي، ونيالنا انك تكوني معنا اليوم يعني تجاوب على كل اسئلتنا. فالسايزمولوجي او علم الزلازل، يعني شو هي هيدي المهنة بالضبط؟ لك أول شي بدي أحدد إنه هيدا مجال ما كتير معروف فيه. العالم ما عندها كتير معلومات عن هيدا المجال، لأنه منه شي منعيشه كل يوم. هلا في بلدان بتعيشه كل يوم مثل اليابان، عندهم أكتر معلومات، عندهم أكتر تطور بهالمجال. بس مثلا بلبنان ما في كتير معرفة، وحتى بغير بلدان يعني ما في كتير معرفة وما في كتير اختصاصية عن هذا المجال. بس أنا أكيد إنه في لبنانية، في كم شخص بلبنان بعرفهم مهندسين وجيولوجيست، واكيد في اشخاص مثلي لبنانيه برا، يعني عن جد بشجعهم كلهم يطلعوا يحكوا على القليله ليوقفوا بوجه كل هالاخبار الخاطئه يلي عم تطلع، يلي في مجال انه تطلع قد ما العالم خايفه، ولانه ما في كتير معرفه واكسبرتس بالمجال. فا اوكي، لجاوبك على سؤالك، الهزات الارضيه عاده بتصير بأكثر the shallower، يعني أكثر طبقة سطحية بالأرض، لأنه على هيدا الطبقة السطحية في شيء بنسميه صفائح تكتونية، يلي هن الأساسية هن 6، بس في صفائح أكثر أصغر. دونك في صفائح تكتونية فينا نتخيلهم كأنه بازل، يعني شقف بازل بيركبوا على بعض، وهن كل الوقت عم يتحركوا 100%. كل الوقت عم يتحركوا لأنه كأنه فايشين على الطبقة يلي تحت الطبقة أول طبقة يلي بتجي أقل قاسية. فهول الطبقات كل الوقت عم يتحركوا، وبالمحلات يلي بيدقوا ببعض بيصير في احتكاك. هذا الاحتكاك في يكون عنده عدة أنواع، فيهم يكونوا عم يزحطوا وحدة حد الثانية، فيهم يكونوا عم بيبعدوا عن بعض، وفيهم يكونوا عم بيقربوا عن بعض وواحدة عم تزحط تحت الثانية. وبهالمحلات محل ما في احتكاك بين عدة صفائح تكتونية، هون بيصير في أكثر شيء هزات أرضية أو بركان أو إلى آخره. يلي بيصير عادة، لأعطي هيك أشرحه بطريقة كتير ملخصة، لنعتبر مثلا في قطعة عم تسحب تحت قطعة، بنسميها بالإنجليزي subduction. اللي بيصير هو إنه هيدا القطعة كل الوقت عم تتحرك، عادة بيتحركوا بين يعني فيهم يوصلوا يتحركوا ل 100 ملم بالسنة. هن كل الوقت عم يتحركوا، وبيكونوا عم بيجمعوا قوة انرجي لتوصل لمحل هيدا القوة توصل لحدود معينة، ساعتها بتكسر وهون بيصير في هزة أرضية. وعادة هيدا الفينومين بينعاد بطريقة سيكليك، يعني التاريخ بينا من كل الهزات الأرضية يلي قدرنا نسجلهم، بينا انه بينعادوا تقريبا كل ذات الفتره بمناطق معينه.
هيدا كل شيء فينا نعرفه عن الهزة الأرضية. يعني لازم تعرفوا شغلة كتير كتير مهمة، إنه ما فينا نعرف أي متى على القد رح تصير في هزة، أو وين على القد رح تصير في هزة. بنعرف المناطق يلي فيها خطورة، يلي بنعرف إنه هي مناطق على فيها intersection أو فيها حدود صفائح، او يعني بنعرف في بقلبها فولتس يلي هن حدود صفائح، مثل اليمونه يلي بتقطع بلبنان من الشمال للجنوب، رح نحكي عنه بعدين. فبنعرف انه في مناطق فيها خطر، بنعرف في مناطق فيها اقل خطر. بنعرف بالمناطق يلي فيها خطر انه في يكون في زلزال، في ينعاد كل ما بعرف 100 سنه بهالمنطقه، 500 سنه بهالمنطقه. مثلا بنعرف انه بلبنان زلزال كبير في ينعاد كل تقريبا بين 1000 و 2000 سنه. هذا كل شيء فينا نعرفه، بس ما فينا نعرف على قد اي متى رح يصير الزلزال. يعني مثلا بلبنان وقت نقول في زلزال في ينعاد كل 1500 سنه، في يصير بعد 1200 سنه، في يصير بعد 2000 سنه. يعني وكل ما تصير فتره طويله كل ما تصير يعني كل ما يصير تقدير أصعب، فما في مجال نعرف. فاليوم الأشخاص يلي بيجوا بيقولوا لكم في خطر يصير في هزة بهالمنطقة، أوكي الخطر شيء، نحكي عن خطر شيء، بس نقول إنه رح يصير في هزة شيء تاني. هذا الشيء ما فينا نعرفه اليوم. وفي كتير أشخاص عم تبعت لي مثلا، امبارح شخص بعت لي عن شخص عم يحكي على تويتر اسمه فرانك هوجر بيتس، ما بعرف إذا الفصله مزبوط. هو منه علمي، منه ساينتست، بس يعني بيدعي انه بيقدر يقدر اي متى رح يصير في هزة ارضية، بس ما عنده ولا دليل علمي. اللي صار هو انه بالغلط، انا بقدر انه بالغلط زبطت معه انه من كم يوم قال انه في انه رح يصير في هزه بتركيا بهالمنطقه sooner or later، يلي هو شيء كتير صحيح. يعني فكانت حذر هو بس كانت عم يحذر. ما بعرف، ثاقبت، بتخيل انه ثاقبت قال هيدا الجمله، ويلي اصلا يعني ما انه مغلط فيها، لانه هيدا منطقه بيقطع فيها فالق كتير مهم، وبيصير فيها كتير خطوره للهزات الارضيه. فالشيء اللي قاله شيء مزبوط، بس ثاقبت انه بعدين صار في هزه ارضيه، وهلا عم يطلع على تويتر ويحكي عن اي مناطق فيها خطوره يصير فيها هلا هزه. بس هو يمكن منه واعي على قد ايه هيدا الشيء اللي عم يعمله رح ياثر بنفسيه العالم، وقد ايه ما في دليل علمي بالاصل. يعني بيحكي انه يعني بيشتغل على كيف تقويم الستارز، النجوم. يعني تقويم النجوم بالنسبه له بيخليه يقدر اي متى رح يصير. هذا الشيء منه علمي ابدا، وبتمنى انه على العالم ما تسمع هيك اشياء، وبتصدق عن جد انه اليوم العلم ما يعني ما بيسمح لنا نعرف اي متى في هزه ارضيه. مش يعني عم نقول ما رح يصير في هزه، بس كمان ما فينا نقول رح يصير في هزه. ولا حتى فيه يحذر امتى راح يصير زلزال. فخلينا نفوت بتاريخ الزلازل بمناطقنا. يعني كان كثير، لانه انا شفت بمقالة انه ما كان في هزة هالقد من قبل، يعني من سنة 1200 في هيك. وانا كنت مصدومة شوي. هيدا الشيء يعني ممكن بعد هيدي الهزة ما راح يصير ل 1000 سنة، ولا بعرف انه ما فينا نتوقع، بس ما بعرف. هلا عندك تركيا وعندك لبنان. تركيا بيقطع فيه فوارق كتير أساسية، يلي هي فوارق تعتبر من أكثر فوارق الخطرة بالعالم. وبتركيا صار في هزات كتير كبيرة، صار في هزة بالفالق الشمالي صوب اسطنبول، يعني فوق تاني ميلة من تركيا بال 1999، وصار في 17000 أتيل
فيعني منه شيء جديد بتركيا. وحتى على ذات الفالق يلي صار فيه الهزة من كم يوم، صار في هزة من أقل من 100 سنة. فهيدا الشيء منه جديد بتركيا. هيدا إنه تركيا يعتبر من أكثر البلدان يلي فيها خطورة هزات أرضية. هلا إذا بدنا نحكي عن لبنان، لبنان في فوالق بتقطع فيه. في فالق اليمونة يلي هو أكبر فالق بيقص لبنان من شمال للجنوب، يلي هو من وراء عنا سلسلة الجبال يلي تكونت. وعندنا فوالق غير كمان من المالتين، مثل رشايا سرغيا، مثل فالق روم، في فالق بيروت، من بيروت لطرابلس يلي يعني مثل كأنه عم عم بيزيح صوب البحر. وصار في زلازل كبيرة بلبنان بالزمانات. يعني من أكبر الزلازل اللي صارت هو زلزال صار بال 551. هلا بوقتها ما كان في بعد سايزمومترز، ما كان في بعد آلات نقدر نعرف على قد وين صار الزلزال، قد غمقوا، قد قوتوا على القد. يعني كنا نسجلهم لأنه كنا العالم كانوا يحسوا فيهم. فبال 551 صار في زلزال وصار في تسونامي. اجى على الشط، يعني على شط لبنان. على مثلا فالق اليمونة، آخر هزة صارت بال 1202. كانت هزة قوتها 7.3. يعني هول من أكبر الهزات يلي صارت بلبنان. بس يلي بينقال هو إنه بلبنان الهزة بتنعاد مثلا على اليمونة بتنعاد كل 1000 سنة تقريبا. بس هول التقديرات، مش يعني بدنا نعد 1000 سنة على قد من بعد 1202. فبلبنان ومشان هيك ما عندنا كتير. يعني هلا من بعد ما صارت الهزة بتركيا وعينا على الموضوع وصار في خوف وصرنا عم نجرب نفهم شو عم بيصير. لأنه بلبنان ما بتنعاد الهزة كتير. يعني بنقول بتنعاد كل مثلا الهزة تبع يلي صارت ببيروت بال 551، انه صوب بيروت وطرابلس. بنقول انه فيها تنعاد كل بين ال 1500 وال 1750. يعني هول يعني فترات كتير طويلة. مشان هيك ما عنا يمكن وعي على خطورة الهزات الأرضية. مشان هيك اليوم ما فينا نجي نقول أي متى في يصير في هزة، وإذا في رح يصير في هزة قريبا ولا لا. ف طب ما فينا نتوقع، بس إذا قلت إنه آخر زلزال 551 راح يصير قريب لا، ما هيدا الفكرة على القد. يعني هي الفكرة انه من كل التسجيلات يلي عنا والدراسات يلي صارت بنقدر فترة. بس هيدا الفترة هي تقدير، وكل ما تكبر الفترة كل ما ال uncertainty او الايرور او يعني التدقيق كل ما يكون بعد الدقة كل ما تكون بعد اكبر. فما في حدا يجي يقول لك متى رح تصير في هزة. يعني ما بدي عن جد يعني بعيد الشر، بس انه في يصير في هزه بعد 10 سنين، مثل ما فيها تصير بعد 100 سنه، مثل ما فيها تصير بعد 500 سنه. ما التايم رينج، هيدا الوقت اللي عم نعطيه هو كتير كبير. وهلا صار الزلزال وسوريا، يعني ممكن ما راح يصير من يعني دلوقتي بعد هيدا الشيء. ممكن فينا لا، ما فينا نقول هيدا الشيء، ما فينا نقول هيدا الشيء. ما فينا ابدا نقول هيدا الشيء. كل شيء فينا نقوله انه صار هيدا الزلزال على فالق اساسي. بكمل يعني اذا يعني بلبنان في هيدا السيستم فاي دو لوفون بنسميه سيستم فوالق بيقطع بلبنان بكمل للجنوب وبيطلع لفوق، وبعدين كمالته هي الفالق الاساسي تبع تركيا. بس مش يعني اذا صار هزه بتركيا على الفالق الاساسي رح يصير في هزه بلبنان قريبا او ما رح يصير في هزه قريبا. يعني هول تقديرات كتير عامه. ما فينا نعملهم، ومسؤولية كتير كبيرة يطلعوا العلماء ويحكوا عن هذا الموضوع. يعني ولا في يقول الواحد رح يصير ويرعب العالم، ولا في يقول ما رح يصير. وإذا صار يعني
عن جد مسؤولية كبيرة. بدي بس هيك خبرية إنه بس بارونتاز صغيرة. بال 2009 صار في هزة بإيطاليا بمنطقة اسمها أكيلا، تقريبا بوسط إيطاليا. هلا إيطاليا هي كمان بلد كتير في خطورة هزات. وقتها صار هيدا الهزة، صار في تقريبا مات تقريبا فوق 300 شخص. حكموا على 6 علماء بالحبس تقريبا فترة 6 سنين. دلت المحاكم على فترة بالاخر حكموا عليهم 6 سنين حبس. ليه؟ لانه العلماء ما اعلموا العالم انه رح يصير في هزه، ولانه في واحد منهم يمكن غلط مره، وقبل ما يصير في الهزه استعمل كلمه انه مثل unlikely، انه يعني قدر انه ما رح يصير في هزه قريبا، فحكموا عليهم. وكثير قامت القيامه عند العلماء، لانه العالم ما بتعرف انه ما فينا نعرف، ما في مجال نقدر نعرف، وهذا الشيء كثير مهم الواحد يعرفه. مشان هيك يمكن اليوم كثير صعب العلماء يطلعوا يحكوا، لانه عندهم مسؤوليه. بس مع انه انا بشجع يعني بلا هو ما نقول اذا رح يصير او لا. نحن قريبين على البحر، في كتير ناس خايفين عن التسونامي. راح يعني ممكن هيدا فيه يصير بلبنان، وإذا إيه شو فينا نعمل إذا آه، في شيء؟ اوكي. يعني ما فينا نجاوب على هالسؤال بقى مرة أوكي. جديدة. ما فينا نجاوب، فينا أعطي معلومات عامة عن التسونامي. أوكي. يلي هي انه مثلا تسونامي بيصير وقتها بيصير في هزه بقلب المي، لانه مهم. الهزه وقتها بتصير بقلب المي بتخلق حركه مهمه للمي يلي فوق الارض. مشان هيك بيصير في موجه كبيره بتتنقل. اوكي سوري. مشان هيك بيصير في موجه كبيره بتتنقل وبتوصل للشط. التسونامي سرعته اقل من سرعه الهزه الارضيه. فعاده شو رح يصير؟ الواحد رح يحس بالهزه الارضيه، واذا الهزه الارضيه صارت بالمي، التسونامي رح يوصل من بعد ما نحس بالهزه، بالشيكل تبع الهزه. يعني بالاوشن، يعني بالبحر، بالمحيط الغميق، فيها مهم. توصل سرعة التسونامي ل 200 متر بالثانية. بس كل ما يصير المي آم، آه، أو غمقه أقل، كل ما تخف سرعة التسونامي. فهيدا كل شيء فينا نقوله. فينا أعطي تقدير مثلا إذا صار تسونامي لنقول على بعد 10 كيلومتر من شط بعيد الشر بيروت. وإذا مثلا أخذنا سرعة 200 متر بالثانية، مع إنه يعني بالبحر المتوسط أكيد بتكون أقل، لأنه منه محيط. فيها توصل يمكن الموجة على الشط بعد تقريبا شي دقيقة. مم. آه، آه، في حدا عم يسأل سؤال، حبيت قول bonjour. Y a-t-il un lien entre les forages pour le gaz dans la mer et ce tremblement de terre? So أوكي. بالعربي في علاقة بين كيف بنقول نرميج غاز مهم. البحر والزلازل. أوكي، فينا نجاوب على هذا السؤال. بعرف إذا بدكم نقطع تسونامي ونجاوب دغري على السؤال ولا. إذا فيك ما بعرف إذا بدك، فكرت إنك خلصت. أم، إذا أوكي فينا نجاوب على هذا السؤال. هنا صرنا عم نحكي عن لأنه صرنا عم نحكي عن شو بيقولوا مقياس غير. مهم. عم نحكي عن غير مقياس. وقت عم نحكي عن عن مقياس ريزرفوار، أو إنه أو اشياء موجوده على سطح الارض مقياسها صغير. عم نحكي غير مقياس الهزات الكبيره يلي بتصير على فوالق طولها عده كيلومترات، واللي اكثر شيء بتتاثر بالتغيير بحقل الضغط يلي عم يتكون من وراء تحرك هال الشقف التكتونيه.
إذا بدي جاوب على هذا السؤال رح يكون جوابي هو ذاته من تأثير كل شيء خاصه بالسد الدامز، لأنه كمان هذا سؤال كتير عم ينسأل. هل الريزرفوارز أو هل شيء متكون على سطح الأرض من السطح لتقريبا عدة أمتورة، مثل مثلا السد يلي تعمروا يلي في منهم كتير بلبنان، هول اشياء فيها تأثر او فيها تتأثر بكل تغيير بالأرض. يعني وقتها بيصير في هزة أرضية هول محلات تعتبر حساسة أكثر من غيرها، لأنه وقتها بيكون في مخزون مي أو مخزون بترول أو مخزون غاز أو إلى آخره، هول المحلات بيبقى فيها كتير تفسيخات بالأرض. فهول المحلات حساسة أكثر من غيرها، ففيها تنهز وتنخض من هزة كبيرة أكثر من غيرها. بس هيدا الشيء مش رح يعمل هلا التأثير حسب قد ايه انهزت المنطقة وقد ايه بعد الهزة قد ايه قوتها إلى آخره. في يخلق هيدا الشيء مثل مايكرو سايسميسيتي زايدة، يعني مثل هزات صغيرة بهيدا المنطقة زيادة عن اللزوم، من وراء انه انهزت وتغير يعني مش تكوين الارض فيها، انه تاثروا التشققات فيها بالارض. يعني بيخلي هي يعني نرميج الغاز اللي ممكن أكتر زلازل لأنه عم بيعملوا شيء غير طبيعي. هلا اوكي، برجع بعيد عم نحكي عن مقياس تاني. يعني خلينا مثلا نحكي عن السد. اوكي، السد موجود عادة علوه بيبقى بالعشرات المتورة، مثل مثلا سد شبروح علوه 63 متر، وهذا السد بيتعبى مي. اوكي، السد منه شيء موجود بالطبيعة عادة، وبلبنان عم يتعمروا على أرض أنا أكيد ما عم ينعمل لها دراسات قبل إذا بتحمل هيك سد ولا لا. ف وزيادة عن هيك أرض لبنان كتير صخرية رملية وكارستية، يعني فهيدا الأرض في يتسلسل فيها كتير مياه وقت بيكون في كمية مياه كبيرة على سطح الأرض، وهيدا الشيء بيخلي إنه الأرض بهيدا المنطقة يعني تصير أقل قاسية، ويصير فيها يعني يصير فيها مشاكل، لأنه عم نغير يعني عم نأثر على تكوين الأرض وعم نخلي يصير في أكثر تشقيق، وإذا في تشقيق عم يتخلل من وراء تسريب المياه. هذا الشيء في يخلق ضرر على مقياس المنطقة يلي في بقلبها هيدا السد. يعني كتير بعيدة إنه السد يلي هو بهيدا المقياس يأثر على مقياس هزة أرضية عم تتكون على فالق من وراء تجمع حقل الضغط عليها. يعني في كتير يمكن إذا مننبش في كتير علماء بيحكوا عن اللينك بين وجود سد وهزة أرضية كبيرة. حتى بسين، بمنطقة بسين من كم سنة بال 2008 صار في هزة كتير كبيرة قوتها يمكن 7.9. هيدي الهزة صارت على بعد تقريبا 5 كيلومتر من سد من أكبر السدود بالعالم. يعني في يحمل أكثر من 300 مليون طن من المي. وهذا السد معمر مش بعيد عن فالق موجود بالصين. في كتير علماء قالوا انه هذا السد اثر بالهزه الارضيه، بس ما في ولا بروف، ما في ولا اثبات علمي لهذا الشيء. ففي غيرهم كمان قالوا انه لا، السد مش هو يلي اثر بهذا الشيء، لانه عم نحكي عن مقياس ثاني. فمش يلي عم يسالوا اذا السد
او الريزرفوارز او كل هالاشياء بتخلق هزات ارضيه كبيره. يعني الأكترية مش تكون هالعوامل هي اللي عم تخلق هزات أرضية كبيرة، 6 أو 7، عم بتصير على الفوالق وعم تعمل كتير، عم تأثر كتير خطورة على سطح الأرض. بس هيدول العوامل فيهم يهززوا، يعني يغيروا تكوين الأرض يلي هن موجودين فيه. يصير في يعني مشاكل بالأرض. يعني عن جد سوري عم جرب استعمل قد ما فينا كلمات مضبوطة. ويعملوا مشاكل بهيدي المناطق ويأثروا خطر مثلا على البناء يلي قريب منا وبهيدي المناطق. يعني في يصير، بس عادة المشاكل اللي بتصير من وراء هيك اشياء ما بتصير عادة، ما بتصير مفاجأة مثل هزة أرضية كبيرة صارت على فالق. بتصير مع الوقت، وأيام نقدر نشوفها مع الوقت، مثل كل شيء تأثير على البنايات، تفسيخ بنشوفه بالبنايات. أيام بنشوف بمحلات معينة الأرض عم تهبط، الأرض عم تهبط وعملت جوار. يعني هيك نوع قصص فينا نشوفها على سطح الأرض، بتجي من وراء إخلال، إنه من وراء مشاكل بالأرض صايرة من هيك أشياء. حلو، إن ميرسي شاء على. الله جاوبت على الأسئلة. لا، أنا عم بتعلم كتير وبعرف دول الناس عم يستفيدوا كتير من هيدي إن الحوار. شاء الله. أبي أعرف كمان يعني الجلوبال وارمينج أو الاحتباس الحرارة، يعني في تأثير منه على الزلازل ولا لا، ما في تأثير ديريكت ل هالعوامل السطحية يلي بتصير على الأرض مع الهزات الأرضية. تنحكي هزات أرضية عم نحكي على أكثر شيء عن حقل ضغط عم يتكون بين هذا لقلك شو اسمه عن جديد. عم بتعذب. It's okay, it's okay. أم- قولي فرنسي أو بين صفائح تكتونية. يعني يعني أم، على يعني كل القصص يلي بتصير على سطح الأرض مش رح تجي، يعني تغيير حرارة، شتاء، ثلج، هول القصص لا، مش هن رح يأثروا على غمق عدة كيلومترات وعلى الهزات الأرضية الكبيرة. بيصير في أيام ذات الشيء مثل تأثير السد. يعني مثلا أيام كثرة الشتاء، يعني بمناطق معينة حسب كمان تكوين الأرض. إذا الأرض فيها كتير تشقيق، فيها تغير شوي تكوين الأرض، تودي لمشاكل على سطح الأرض بالبناء إلى آخره. يعني هيك أنواع مشاكل بتصير على البطيء بالنسبة للهزات الأرضية، وعادة بنقدر نشوفها، بس ما في مش رح تأثر على. الزلازل الكبيرة يعني ما كثير أو علاقة بينه وبين الاحتباس الحرارة، بس ممكن الصغيرة ممكن ولا لا؟ يعني بصير في مش هزات، مشاكل سطحية على الأرض فينا نسميها هزات، بس هزات منا جاية من احتكاك بين صفائح تكتونية. هزات يمكن صغيرة مايكرو سايسميسيتي، جاية من مشاكل بالأرض، من وراء عوامل اتموسفيريك، بالبيئة. بيئية أو إلى آخره. حلو، أوكي، حلو. وخلينا نفوت بالسيفتي تيبس أو المعلومات الأمانية. فيعني أبي أعرف اللبنانيين اللي ممكن بعدهم خايفين عن شو ما بعرف، حتى أنت العالمة ما رح تعرف شو فينا نعمل تخلي حالنا بأحسن وضع بأمان. يعني أنا شفت كتير فيش أو يعني للبوسترز أونلاين يلي كانوا عم بيقولوا أشياء عن كيف بنخلي حالنا بالأمان هيك. وفي بعض الناس بيقولوا اطلعوا من العمارة، في بعضهم خليكم بالعمارة. شو بدنا نعمل؟ أنا رحت، أنا تركت العمارة، بس
بعدين واحد من أصحابي قالت لي إنه لا كنت لازم ضل، بس بعدين لما شفت شو صار بسوريا أما أوكي ممكن أنا عملته الصح، ما بعرف شو، ما بعرف إذا عندك هالمعلومات شارك معنا، بس بدي أعرف. أول شيء يعني لازم نعرف إنه مثل ما صار من كم يوم الهزة صوب شمال لبنان، يعني من بعد الهزة بتركيا كتير طبيعي يصير في ارتدادات بالبلدان حوالي تركيا، خاصة بالمناطق يلي أصلا معرضة للزلازل، يلي المناطق اللي نعتبرها حساسة أكثر من غيرها، يلي فيها فوارق أو في بقلبها تشقيقات بالأرض. مشان هيك عم بيصير في هزات وعم توصل للبنان مثل هزة من كم يوم يلي صارت بشمال لبنان. فهذا الشيء ما لازم يخوف العالم، مش ما لازم يخوف العالم، يعني لازم نفهم انه هيدا الشيء، هيدا رد كتير طبيعي للهزة الكبيرة اللي صارت بتركيا. بس هول الهزات عادة بتقل مع الوقت، بيقل عددها مع الوقت وبتقل قوتها مع الوقت. بس مش يعني هول هزات ما خصن بالهزة الكبيرة بتركيا، ومش يعني رح يصير في هلا هزة كبيرة. ما فينا نقول شيء عن هالموضوع، بس لازم نعرف انه هيدا الشيء كتير طبيعي اللي عم بيصير. لانه عم اقول هالشيء لانه في السيفتي تيبس، بس في كمان ال ال الخوف يلي العالم عم بتعيشه. لانه عن جد عم بسمع بعالم يعني ما بقى عم تظهر من بيتها، ما بقى عم بتروح على الشغل، عالم محضره دايما شنطتها على الباب والباسبور كرمال لا تسافر. هول كلهم ما بيعملوا شيء، لانه ما في شيء بيقول لنا رح يصير في هزه. اذا عرف اذا حملنا حالنا وفلينا، طب ما رح نرجع. ما حدا بيعرف اي متى رح يصير في هزه، واي متى اي متى في شو لازم نعمل. هيدي المشكله، انه المشكله انه وقتها بيصير في هزه رح نحس فيها ورح نعرف فيها من بعد ما تصير، وقتها نحس فيها. فاليوم بعرف انه السنتر جيوفيزيك، سنتر الجيوفيزياء ببحنس عنده ابلكيشن على التليفون فينا ننزلها كرمال لنعرف اي متى بيصير في هزة ارضية. بس على كل الاحوال اكيد هيدا الابلكيشن كتير مهمة، بس على كل الاحوال وقت يصير الهزة الارضية نحن رح نحس فيها اذا كانت هزة مهمة. وقت نحس بالهزة الأرضية في نصايح معروفة عالميا لازم نعملها. عادة بيقولوا الواحد ما لازم يعمل شيء، لازم ينبطح، يجرب يخبي حاله أو يحمي حاله، يحمي حاله بشيء. وما لازم مثلا إذا كنت ببيتك ما ضروري تقعدي تحت التريا. ما في شيء فيك تعمليه أكثر من هيك، لأنه الهزة الأرضية بتضل كم ثانية وما في الواحد يلحق يعمل أكثر من هيك. هلا أنا شخصيا بقول إنه إذا الواحد كان عنده مجال يطلع لبرا ويكون ما في شيء فوقه ويحمي حاله بظرف ثانية أو ثانيتين، يعني إذا كنت واقفة على الباب أو إنه فيك عن جد تطلع لبرا بوقت كتير سريع، أوكي اطلع لبرا. بس إذا كنت ببناية ما لها معنى الواحد يجرب يهرب. يعني أحسن له يقعد بأرضه ويحمي حاله ببيته على إنه يتحرك ويجرب يهرب أو ياخذ الأسانسير، خاصة لأنه رح تخلص الهزة قبل ما يكون ظهر لبرا. هيدا أول شغلة. هيدا بالنسبة للهزة، لأنه بتصير كتير بسرعة وما بتضاين أكتر من كم ثانية. هلا يعني عن جد بعيد الشر وبكره إنه مضطرة أحكي عن هيدا الشيء، بس بالنهاية إذا عم بتصير هزة كتير كبيرة والبيت عم يقشط أو البناية عم تقشط، يعني هون مش أنا الشخص اللي لازم لكم، ما حدا علي لكم شو لازم تعملوا أو شو لازم الشخص يعمل. هون you have to be creative، يعني إنسان بده يعمل مستحيل ليخلص حياته. هلا كتير كمان عم يسألوا عن التسونامي، لأنه التسونامي عادة بيخوف أكثر من الهزة. بس التسونامي بيصير وقتها بيصير في هزة بالأرض. وحتى لو عم بحكي عن هذا الموضوع ما بدي العالم تخاف وتفكر إنه رح يصير في تسونامي، اعتبروا هذا الشيء مثل ثقافة عامة عن جد. إذا صار في هزة بالأرض وحسينا فيها وعرفنا انه الهزه بالارض بشي طريقه وما بعرف قدرنا نطلع بالبحر وشفنا موجه عم بتقرب، هلا حسب قد كبر الموجه، حسب قد كبر الهزه، يعني قد علوها، حسب قد سرعتها. يعني كل هول بيأثروا فيها. تكون موجه بس علوها مترين ثلاثه ما حتوصل، يعني اذا طلعنا على سطح البيت بيقدر.
بس عادة وقتها إذا قدرنا نشوف ونعرف إنه في موجة كبيرة عم بتقرب، عادة بيقولوا وقتها بيكون في تسونامي، لازم الواحد يجرب يطلع لفوق أكتر شيء ممكن. يعني إذا في بناية نطلع على سطح البناية مثلا. آم، هذا الماكسيموم فينا نعمله. يعني إذا كانت السيارة دغري حدنا ونحن بمناطق مثلا بعيدة على بيروت وفينا دغري نطلع لفوق، فينا نجرب نعمل هذا الشيء. بس إذا كنا ببيروت يعني ما إلى معنى الواحد يجرب يهرب بسيارته يعني. خليني أسألك سؤال. يعني أنا عم شوف شو صار بسوريا يعني الدمار وهيك. هن الناس يلي يعني تحت الأنقاض يعني عملوا الصح، لأنه بشوفهم عم بينقذون. يعني هيدا حلو، بس كتير صعب تكون تحت الدمار لهيدي الفترة. يعني لازم نطلع يعني بالشارع، هيدا أخطر، ولا لازم نضل بالبيت؟ هيدا الشيء عم بفهم. يعني أول شيء وقتها بيصير في هزة مثل الهزة اللي صارت بتركيا، يعني هذه الهزة كانت كتير خطرة، والدمار كان كتير، لأنه أصلا البنا هنيك بنا منه معمر ليكون ليقدر ليكون ريزيستان، يعني ليقدر يواجه هزة أرضية. فالدمار كان كبير. يعني بهيك حالة ما فيك تعاتب العالم على شو عملوا. يعني ما حدا في يعرف كيف شو بده يعمل بهيك حالة. يعني عادة فينا نجرب نخلص حالنا أو نقعد نفكر شو فينا نعمل، وقتها بتكون الهزة خفيفة. بس بهيك حالة يعني إنه ما في شيء الواحد يقدر يقوله. هلا أكيد أحسن شيء في الواحد يعمله هو إنه يكون برا، ما يكون في شيء حده، ما يكون في شيء في يقلب عليه، ولا بناية ولا عمود كهرباء ولا شيء. بس يعني الهزة كتير سريعة وقتها بتصير، وايام الواحد كمان على الخوف ما بعد يعرف شو في يعمل، ايام ما في مهرب يعني. ف... أغلبيات الدمار بتصير بوقت الهزة، ولا دقيقة بعد الهزة؟ سوري ما سمعت السؤال. أكتر دمار وهيك بيصير بوقت الهزة، ولا ممكن دقيقة بعد الهزة؟ هو أكتر شيء إذا كانت الهزة قوية بوقت الهزة، أكيد بوقت الهزة. لأنه بوقت الهزة رح يكون في الارتجاج يلي كتير قوي. من بعد الهزة رح يروق هالارتجاج. هلا في إذا مثلا كانت الهزة قوية عملت خلل كتير كبير بالأرض وبالبنايات، عادة هيدي البنايات يلي صار فيها خلل، إذا صار في هزة من بعدها، إذا أول هزة البناية ما صار لها شيء، بمعنى إنه قدرت تضل واقفة، فيها الهزات يلي بعدها إذا كانت قوية كفاية تأثر بعد أكثر بهدول البنايات. ما بعرف إذا واضح كان جوابي. بس عادة لا لا. أكثر شيء أكثر مشاكل بتصير، أكثر تأثير بيكون خلال الهزة. إيه، هو بلبنان، خصوصا بلبنان، بعرف انه انت هلا بفرنسا بس، وممكن ما بتعرفي، بس في كتير ناس عم تفكر كيف بعرف انه عمارتي او بنايتي بعدها امن تارجع اليه. كيف فينا نشوف اذا حالنا، لانه ما بعرف اذا في building inspectors ولا شيء هيك. بس سؤال الأول، في building inspectors هون يلي فينا نتصل عليهم؟ وثاني شيء، شو فينا نعمل تشوف البيلدينج، يعني إذا العمارة آمن، يعني كتشيك لحالنا؟ أم أم هلا بس انه برأيي ما حتجي البناية تهبط بليلة وضحاها إذا كانت صار فيها شوية خلل من الهزات الأرضية، خاصة إنه يعني ما صار في هزة 7 بلبنان. يعني في كتير خطورة يكون صار في خلل بالأرض وبالبنايات، بس هذا الشيء مش رح يؤدي إنه تيجي تقشط البناية تنهار. الخلل مثل ما قلت قبل رح يكون أكثريته خلل بطيء، خلل رح نقدر يمكن نشوفه من وراء قصص فيها تصير على سطح الأرض، مثل الجور، مثل تكسيرات بالبناية أو تشقق بحيطان البناية وبأساسات البناية. يعني هول القصص فينا نشوفها، وفينا يكون عندنا فكرة إذا صار في خلل أو لا. وهلا بلبنان هل في أشخاص بتقدر تدرس هذا الشيء؟
حد علمي للأسف. وهيدول اشياء بتكلف مصاري وما بتخيل اليوم الاسيغونس بلبنان بيتكلفوا بهالشيء. واذا شخص بده يعمل دراسات على الارض حوالي بيته، هو اللي بتكلف مبالغ يعني، وبدهم يضطروا يجيبوا وما شركة. عندنا مصاري. شو ف يعني بدك تتكلي على الاشارات اللي عم بتشوفيها ببنايتك، او حوالي بنايتك، إشارات مثل الكراكس بالحيط وهيك مثل كراكس بالحيط. بس كمان. مش رح تجي البناية تقشط تننهار. يعني كمان بلبنان في كتير بنايات قديمة، في كتير بنايات طوابق بيتعمروا على سطح بنايات، يعني بيصيروا يزيدوا طابق ورا الثاني. ما بيتعمروا على أساسات باراسيسميك، يعني كرمال ليكونوا آم، آم، شو بيقولوا ريزيستان للهزات الأرضية. ف بس إذا قال زلزال ممكن مثل ما حسينا في 4.9 راح يصير في يعني دمار وشيء لا يعني، لا، ولا اوكي هو سو صار ممكن 3 بلبنان. إنه نحن بأمان على الأقل، إنه كان أقل من يمكن 6 و7 بدي average. يحبسونا اللبنانية مثل ما حبسوا الإيطالية. فبصير ما في الواحد يقول شيء بالنسبة لهذا الموضوع، أمان أو مش أمان، كيف ما في الواحد يعرف. آم، بس إنه اللي فينا نقوله إنه مش الهزة يلي قوتها 4 أو 4.5 هي رح تعمل دمار كبير. يمكن تقدر تخلق تدميرات صغيرة بالبيوت اللي كتير قريبة من الهزة، آم، بس مش رح تخلق دمار كبير على صعيد مدينة كاملة. لا، هول الهزات الأربعة بتصير بلبنان. آه، مش أول مرة. يمكن أول مرة بنعطيها هالقد أهمية لأنه تلوعنا من الهزة الكبيرة اللي صارت بتركيا، بس بتصير هزات. وآخر شيء حابة أسألك، إنه في كثير ناس يلي حسيت الخوف بس بدهم هلا يعمل شيء تا آه، يتجنب الخطر بالمستقبل بالنسبة لل يعني السيفتي براكتس، العمليات الأمان. فمين فينا لمين فينا نتوجه هيدا الشعور؟ يعني أنا سمعت أنباء المهندسين أو شيء هيك، لازم نحط خطة، يعني we have to make a plan. لازم نحط خطة بلبنان لهيدول، يعني هيدا النوع من الكوارث إذا بيصير بلبنان. لمين، أو بعرف إنك اشتغلتي مع يعني كل الديبارتمنتس تبع هيدا الشيء، لمين فينا عمل نشاط اكتيفيزم عمل شيء ممكن يحفظنا بالمستقبل عن هيدا الشيء؟ هلا ما في يعني يا سياسة، يا أبناء المهندسين، يا لمين؟ اوكي. اللي فينا اللي كي انه في سنتر جيوفيزياء ببحنس، اوكي. ومديرته هي اختصائية ب هي مهندسة دكتورة اسمها مارلين براكس، أكيد الكل صار سامع باسمها اليوم. أم، ف وفي مهندسين بلبنان كمان، في علماء لبنانية دارسين عن الهزات الأرضية، عاملين كتير دراسات عن الهزات، منهم كتار بينعدوا على الأصابع للأسف، بس في أشخاص دارسين عن هذا الموضوع. فينا نتوجه لسانتر بحنس إذا شي نهار عنا أسئلة، إذا عنا طلبات. بس يعني أنا برأيي يعني بلبنان بعدنا بالبيزكس، يعني بركة لازم نشجع انه يتطور اكثر سيستم الالارم. هلا سانتر بحنس صار عندهم الابلكيشن، للصراحه ما بعرف على قد كيف تستعمل، بس نطور سيستم الالارم. هلا عن جديد وقت يصير في هزه رح نحس فيها هي وعم بتصير، والهزه بتصير بطريقه سريعه. بس بركة للتسونامي، مش لانه رح يصير تسونامي، بس لانه عن جد العالم عايشه بخوف وبتخيل عايزه اشياء من هالنوع كرمال لشوي تطمن وشوي تقدر تكمل حياتها عادي.
وما بقى تضل مهووسة بهالمواضيع. في مشاريع مثلا ما لازم تصير بلبنان مثل مشاريع السد، بس هلا مش ما بعرف يعني مش محلي انا اجي اقول لمين لازم نتوجه، شو لازم نعمل بالنسبه لهالمواضيع. لازم يصير في كمان قوانين بتفرض لكل شيء بنا جديد يتعمل. سوري يمكن قطش الكونكشن او لا، عم تسمعيني؟ اوكي. آم، ايه انه لازم ينفرض يعني مع الوقت كل انه العمار الجديد ينعمل على اساسات باراسيسميك، كرمال لتكون بتقدر تحمل اكثر الهزات الارضيه. يعني هول قصص كثير انه اساسيه وكثير بسيطه وبيزكس يعني على القليل نبلش على القليل نبلش فيهم. بس يعني بس تقول لك حتى بالبلدان المطورة حتى بتركيا مش منفرض انه البناء يتعمر على اساسات باراسيسميك. يعني هذا الشيء مش من زمان بلشوا يشتغلوا عليه، يعني هذيك السنة او يمكن اللي قبلها، وما بتخيل بعد من يعني بعده يعني تأكد وصار منفرد. ميرسي كتير كتير على وقتك وعلى هالمعلومات المفيدة، وبعرف الناس عن جد من التعليقات أنا شفتهم جد استفدتوا من هال مم. عن جد. ميرسي على كل شغلك اللي عم تعمليه، وعندك اسم لبنان على ظهرك ونفتخر. شكرا لك، وعن جد انا بشجع كل حدا مختص بهذا الموضوع يطلع يحكي على القليلة كرمال نخفف من كل المضبوطة. وكمان بشجع العالم يلي بتقدر تساعد، لأنه دوم هذا كل شيء فينا نعمل تساعد كل الأشخاص يلي خسرت بيوتها وخسرت، لأنه هلا عم نحكي عن قصص علمية بس إنه الكوارث أكبر من هيك بكتير. إن شاء الله تكون قدرت جاوب على مينيمم معلومات، وإذا حدا عنده أسئلة شي نهار ما يعني فيكم تحكونا وتسألوا اللي بدكم إياه وبنجرب قد ما فينا. إذا عندك أي سؤال هي قالت فيكم تسألوها على الحساب تبعها ماريا مع إجراء سعادة. ومن يعطيك ألف عافية، وعم نرسل منها جديد نيوزلتر للعالم كل أخبارنا. قلوبنا معكم بسوريا وتركيا، وأكيد هون بلبنان، وإن شاء الله هيدا الشيء خفت الخوف منكم، لأنه النولج المعرفة بخفف الخوف، لأنه الخوف ما له مكان بحياتنا. ومرسي ويعطيك ألف عافية.